تبدأ الحلقة بمشهد يظهر فيه التوتر واضحا على نينو التي تواجه مشكلة في إدارة المطعم بعد قدوم زبون أجنبي. بسبب حاجز اللغة لم تستطع التواصل معه بشكل جيد، مما جعلها تشعر بالذنب. هنا يظهر فواتارو الذي دائما ما يكون مستعدا لدعم الفتيات، ليقترح خطة تعتمد على التعاون الجماعي لحل المشكلة. يجتمع الجميع لمناقشة كيفية مساعدة نينو. يقترح فواتارو تقسيم الأدوار بين الفتيات لتخفيف الضغط عن نينو. إتسوكي تتولى الترجمة، بينما تتولى ميتسوكي دعم الطهاة. تبدأ الخطة بالعمل، بينما يظهر للجميع كيف أن العمل الجماعي يمكن أن يحل أي مشكلة. بعد ذلك تتجه القصة نحو ليلي التي تستعد لموعد هام. يقرر الجميع مساعدتها بشكل سري لضمان نجاح الموعد. باستخدام الميكروفونات والسماعات يخططون لمتابعة ليلي وتقديم النصائح لها في الوقت الحقيقي، مما يضفي جوا من الكوميديا والتشويق على الأحداث. في الوقت الذي تنطلق فيه ليلي للموعد تظل الفتيات بالقرب منها لدعمها. إتشيكا تستخدم خبرتها التمثيلية لتوجيه ليلي في كيفية التحدث والتصرف، بينما إتسوكي تترجم الكلمات التي تحتاجها ليلي للتواصل مع الطرف الآخر. هذا المشهد يظهر روح التعاون بين الجميع وكيف يساندون بعضهم البعض. تنتهي الحلقة بمشهد مؤثر حيث تعترف ليلي بمشاعرها لفواتارو. هذا الاعتراف الذي كان محور الخطة منذ البداية يتم في جو مليء بالمشاعر الدافئة. الرسالة النهائية التي تقدمها الحلقة هي أن التعاون والعمل الجماعي يمكن أن يحل أي مشكلة، وأن الأصدقاء والعائلة هم أهم دعم يمكن أن يحصل عليه الإنسان.